والشغل المصريين مش كويسين، هنا بيستغلوا الشخص اللي لسه جاي جديد. يعني انت دلوقتي بتقول ان المصري بياكل عليك حقك، تشتغل معاه ليه؟ باري كده انت جاي ما بتتكلمش ايطالي، تمام. فلازم عشان تشتغل لازم تشتغل مع مصري، مش هتشتغل مع ايطالي طبعا. فهاجي اشتغل مع المصري هيقول لي هديك 5 اقول له حاضر. انت خلاص تاخد الخمسه وتسكت. تمام، انا بدالي اتفقت معاه على 5 تديني ال5 بتاعتي، يعني ما تاكلش حقي، يعني ما تاخرش عليا فلوسي، ما اتصلش بيك، ما تردش عليا، انت ما تعرفش ظروفي فيها ايه. دلوقتي عليا ديون في مصر، عايز اساعد اهلي، عايز ادفع ايجار، عايز اكل وشرب. انا صاحب السكن، لو هيستناني يوم هيستناني تاني يوم، هيستناني شهر مش هيستناني الشهر التاني. بدالي اتفقت مع الشخص اللي جاي جديد ده تديله حقه، يعني ما تاخروش، اصل انت مش عارف ظروفه، ما تعرفش ظروفه ايه في مصر. ما فيش حد هيرمي نفسه في البحر او يرمي نفسه طريق زي كده غير لما يكون محتاج فعلا. ولاده محتاجين فلوس، ولاده محتاجين لبس، يعني حرام عليكم. احنا سيبنا بلدنا وسيبنا اهالينا عشان نيجي ناكل هنا لقمه عيش بالحلال. بلاش تيجي منكم، ديننا حتى ما بيقولش كده. الحياه كده كده فانيه، ما حدش هياخد معاه حاجه. هتعمل خير مع الشخص هتلاقي خير، هتعمل شر هتلاقي شر، يعني اللي بتعمله هتلاقيه كده كده. وحسب الله ونعم الوكيل بكل واحد بياكل حق عامل.